عسلامة. يعني جيتكم جبت لكم روسيت كيك ماربري، روسيت متاع لي باتيسوري بنة على بنة. تابعوني تشوفوا الروسيت. بالنسبة للمكونات باش نحطهم لكم اللوطة في صندوق الوصف. أول حاجة خذيت 5 عظمات بحرارة الغرفة باش نبدأ نركب فيهم بشوية، نحط عليهم السكر تدريجيا ونخفقهم الكل مع بعضهم. السكر زدته على مرتين، نخفق ونصب بشوية بشوية حتى لين يتضاعف الخليط حجمه كله ويفتح لونه. لهنا زيت نباتي، تنجموا تحطوا زيت نباتي وزبدة، تنجموا تحطوا زبدة كهو، اما بالنسبة لي الزيت النباتي يجي اخف. وزيت سادة حليب، وركبت المكونات السائلة الكل مع بعضها. لهنا حطيت تقريبا مقدار مغرفة صغيرة متاع قهوة فانيليا سائلة، تنجموا تحطوا في بلاصتها زيادة سكر فاني. وزدت المكونات الجافة اللي هي الفرينة بعد ما غربلتها مرتين. وزدت حطيت عليهم خميرة القط والجيلك. بالنسبة للجيلك تلقاوه في محلات متاع الكيك، واللي يبيعوا الماتريال متاع لقاتو اون جينيرال، هو في الدول العربية يسميوه محسن الكيك. شوفوا ما شاء الله القوام اللي تحصلت عليه بعد الركض المستمر. لهنا حطيت الفرن متاعي يسخن، وجبت القالب اللي باش نطيب فيه الكيك متاعي، دهنته بزبدة وفرينة، وخليت منه شوية زدت الكاكاو باش نزين به الكيك الماربري. على فكرة الخليط عمل لي أكثر من الكيكة، عمل لي كيكتين ما شاء الله. صبيت خليط الكاكاو من فوق على الوجه، وبديت ندمج فيه بالسياسة بكردون ولا بقفاه متاع فرشيطة، ونبدأ ندخل فيه في الكيك الأبيض بشوية بشوية من غير ما نمس قعر الكيك من اللوط. ودخلته في الفور 180 درجة وشعلته كان من اللوط. لهنا شوفوا القاعدة اللي حضرتها ما شاء الله أنا وبنومتي، ركحنا الجو متاعنا والجو أحلى جو. حاسيلو والله لا نجم نوصفها لكم، قد ما نقول لكم راهي بنينة وراهي هشوشة وراهي تذوب في الفم وشوي يعني. وحتى صاحبتي الكل اللي ذاقوها الكل عجبتهم ما شاء الله. بالحق بن كيك تنجموا تعملوها في الدار. شوفوا الخفة ما شاء الله قطر. قصيت الكيك متاعي دي ترانش وباش نحط عليه الكراميل، هذا ديجا عملته معاكم تلقاوه في الستوري. وملا بنا ما شاء الله ما شاء الله. بالحق جربوها، واللي تجربها تبعث لي وان شاء الله تعجبكم، وباي باي.